ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وتكونوا بصحة وسلامة، اللهم امين. صباح الخير وصباح الطاقة الإيجابية. هو بصراحة اليوم النهاردة مش روتين خالص، عشان عارفة ان انتم متعودين ان البداية كده بتبقى روتين. لا، دي مش روتين خالص، دي كده حاجات خفيفة خالص هنعملها مع بعض النهاردة وهوريها لكم. طبعا بقى زي ما انتم شايفين كده، قمت فتحت البلكونة وروقت السراير وخلاص كده. وكتبت الواجب لأنس، بس ما جبتش الحتة دي طبعا معاكم، لان وقت الواجب دوت بيبقى وقت استغفر الله العظيم يا رب، ما ينفعش ان انتوا تشوفوه اصلا. وانا بحبش اوريكم حاجة تكون تضايقكم، وانا بحب اوريكم الحاجة الحلوة دايما. ف زي ما انتوا شايفين كده، طلعت له هدومه وقعدنا نلعب انا وهو واحنا بنلبس كده. انا لو كنت سايبالكوا الصوت وش كاتماه كنت هتسمعوا انس بيقول ايه وبيغني بيقول ايه. بيقول عقباوي دم حامي. يعني ده مش واحد رايح الدرس اصلا، يعني هو انت بتحفظ ايه يا ابني قبل ما تروح الدرس يا ابني؟ انت بتلبس عشان رايح الدرس يا حبيبي. فقعدت الهيه بقى من الاغنيه اللي كان بيغنيها، قعدنا ايه نلعب. قلت له تعالى نلعب شويه يا انس كده. قعدنا نلعب زي ما انتم شايفين كده، انا بنحب نلعب انا وانس اللعبه دي، يعني بعيد عن التصوير واي حاجه، لما بنبقى قاعدين رايقين كده بنلعب اللعبه دي. انس بيحبها قوي. زي ما انتم شايفين كده، بعد اللعب بقى قمت رازعه في الارض. اعملي باي باي يلا. باي باي كمان. طب يلا كفك، كفك يا اوسه. يلا ايه ده؟ كفك تاني، كفك تاني. يلا يلا باي. باي باي حبيبي. باي بص بقى، انا سلام على الميس، ماشي بسرعه. زي ما انتم شايفين كده ان انس بيسلم عليكم وبيقول لكم باي باي يا جدعان. شايفين؟ آه طبعا بقى ربنا يحميه ويحفظه، طبعا ربنا يحفظ اولادنا جميعا. صلوا على النبي كده. اول بقى ما انس مشي دخلت عملت ايه، كوبايه القهوه باللبن دي لازم تشرب دي بقى. فطبعا بقى ايه قلت له مع السلامه يا اوسه بقى كده، وانا هخش بقى اعمل قهوه اشرب على مزاجي يعني. بس وبعد ما شربت القهوه كان فاضل لي بس ان انا اعمل ارض بالمكنسه، وما كانش في حاجه اصلا في الشقه. طبعا العيال بيبقوا مفتولين بقى حاجات، انا اي حاجه بتبقى في الارض حتى ببقى انا متضايقه. بس غصب عني العيال بيرموا كل حاجه في الارض، يعني انا تعبت وبصوا انا بعاني معاهم بسبب الحاجات اللي بيقعدوا يحدفوها في الارض. نفسي اعرف ايه غايتهم ان هم بيحدفوا اي حاجه في ايديهم في الارض. غير اكل بقى ولا شرب ولا اي حاجه. لعبه زي ما انتم شايفين كده، بتاع كانت مرميه في الارض. بتاعه الناموس عادي، يعني عادي عادي عادي. طول لما انا بعمل حاجه والله العظيم ببقى لما الحاجات دي مجرد ما بتلفت كده بتقع تاني في الارض، مش عارفه ازاي. لا اله الا الله. انا بقيت شاكه ان في حاجات بتطير في الشقه والله. في خفافيش، في حاجات. هي اللي بتوقع الحاجات دي في الارض. ما اكيد عيالي مش بيعملوا ده كله يعني. مش عارف. مش عارفه العيال دي بتعمل الحاجات دي امتى، امتى وفين وازاي. طبعا بقى كان انس جه من الدرس ولقاني مجهزه بقى الغدا، كنت عامله لوبيا ورز. كان انس هو اصلا اللي طالب مني اللوبيا، هو وباباه كانوا عايزين لوبيا وكده. عملت لوبيا ولحمه ورز. وبصوا بقى الاكله دي سهله كده وسريعه، ما بتاخدش اي وقت ولا بتبقى بتوسخ مواعين كتير بصراحه. جميله قوي. وبس كده، وتعالوا نشوف هنعمل ايه طبعا تاني. بقى كنت بتغدى انا وانس بس، وبابا ما كانش بيتغدى معانا. احنا بنتغدى انا وانس بدري، وبابا لما بيجي من الشغل يعني ببقى اغرف له كده عشان هو بيجي متاخر واحنا بناكل بدري. فبس كده. طبعا بعد ما اتغديت انا وانس دخلت انا على المطبخ. طبعا بقى بصوا بقى القمر الجميلة اللي كان نفسي فيها. الحاجة بص اللي كان نفسي فيها بجد والله اجيبها في المطبخ، هي اللي في الشنطة دي، الصينية القمر دي. جميلة جميلة. بصوا كلكم هتعرفوها اصلا دلوقتي، لاني مشهورة جدا 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 على السوشيال ميديا عامة. موجودة بقى على
على اسمها ايه، على اليوتيوب، موجودة على الفيس، موجودة في كل مكان هتلاقوها الصينية القمر دي. فبصراحة كان نفسي فيها قوي. وبمناسبة ان انا بقى طبعا يا جماعة بقيت من اليوتيوبرات وكده، لازم أنا اجيب الصينية دي، لان دي علامة اليوتيوب، دي بقت علامة اليوتيوب، لازم أن تبقى محطوطة كده في المطبخ، تعرف ان احنا بقينا من اليوتيوب بقى يا جماعة، ومن الايه، من الناس اليوتيوبرات وكده. طبعا بقى ايه، طبعا بقى يا جماعه قاعدين انا واختي بنتكلم، ومعرفش ايه، قالت لي ده انا جبت الصينيه دي، قلت لها ده انا الصينيه دي مش عارفه مين بيبيعها، انا كان نفسي فيها بس مش عارفه مين بيبيعها. انا عارفه انها بتتباع في ايكيا وكده، بس انا يا جماعه ايكيا عايزه المبلغ يكون على بعضه كده، تجيبي شويه حاجات وش تجيبي صينيه، عايزه تجيبي شويه حاجات، فانا كنت عايزه الصينيه بس. فطبعا لما اختي قالت لي ان في حد قريب مننا يعني بيبيعها، قلت لها تجيبها لي، قلت لها هي في سكتها، هي في سكه اختي، قلت لها تجيبي لي واحده، قالت لي ماشي. جابتها لي يوم الجمعه، سجلت لكم الفيديو ده يوم السبت، اللي هو السبت ده بتاع الاسبوع اللي فات، بتاع الاسبوع اللي فات. فسجلته لكم بقى ايه، هي اول ما جبتها يوم الجمعه قلت والله لا اعمل لهم فيديو بمناسبه ان انا جبت الصينيه دي، ومبسوطه ان انا جبتها، هسجل لهم فيديو يوم السبت. كنتش عامله حسابي ان انا هصور اصلا، بس قلت والله لا اصور لهم فيديو يوم السبت. بس كده، اعملوا لايك بقى، انا بقالي كتير قوي ما قلتلكوش اعملوا لايك، بس اعملوا لايك بقى عشان خاطر الصينيه الجميله اللي انا جبتها دي. طبعا بقى بقيت اشوف ايه اللي هيبقى حلو قدامها، لان دي هتبقى محطوطه كده في المطبخ ديكور، بس دي ديكور، دي علامه اليوتيوب يا جماعه، ده الدلع بتاع اليوتيوب، ده الدلع كده بالنسبه لي. طبعا بقى شوفوا اني شكل احلى من اللي انا حطيتهم، انا استقريت على الشكل ده، وقولوا لي بردك في الكومنتات اني شكل احلى. وبس كده، ويا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، ويكون خفيف على قلوبكم، واستناكم في فيديو جديد، ومع السلامه.